في ناس بتستفسر هو ليه انتوا مش حاطين السعر؟ يعني اعتقد ان الاجابه بتاعت السؤال ده في الاف عايزين يعرفوها. انا هقول لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايز اجاوب على سؤال مهم جدا وبيحصل فيه يعني بلاقي اعتراضات من مشتركين كتير او من مشاهدين للفيديوهات لما بيبص يلاقي ان مفيش سعر موجود على الفيديو. ففي ناس كتير بتبقى بتظن ظن سيء، وفي ناس تانية مش عارفة انا ليه احنا مش حاطين الاسعار على العقارات كويس. وفي ناس بتستفسر هو ليه انتوا مش حاطين السعر. طيب انا مش هتكلم عن حد، انا هتكلم عن نفسي انا كويس. يعني اعتقد ان الاجابة بتاعت السؤال ده في الاف عايزين يعرفوها. انا هقول لكم. عدم وضعنا للسعر على فيديو في اليوتيوب ليه اكتر من سبب. اول سبب واهم سبب هو ان احنا عارفين ان في مصر العقارات دي في مصر، العقارات اللي احنا بنسوقها في مصر. ففي مصر الموضوع متغير للغاية بالنسبة لقيمة العملة وصرف الدولار والاسعار، فبالتالي بيحصل في اوقات كتير تغيير في الاسعار في الدنيا كلها. فانت لو عارض حاجة وجيت بعد 6 شهور 7 شهور سنة كويس تبيع نفس الحاجة دي، اكيد هيبقى سعرها مختلف. ما هو انت لو بتشتري حاجة واخر السنة جيت تشتريها هتلاقي سعرها متغير، اشمعنى العقار اللي مش هيتغير؟ فطبيعي ان لما العقار بياخد وقت ان سعره بيختلف. وفي اليوتيوب لما انت بتحط السعر مش هينفع انك تغير، مش هينفع ان انت تغير الرقم. لو انت كتبت على الفيديو السعر ما ينفعش ان انت تغيره. تمام؟ دي رقم واحد. رقم 2، لما انت تيجي تجاوب على حد، لما حد يجي يسألك هو ده بكام فانت تقول له دي بكذا كويس، يجي حد بعد سنة او بعد 3 شهور او بعد تغيير في السعر يكلمك عن الحاجة دي فتقول له والله يا فندم دي بقى سعرها كذا، يقول لك ازاي انتوا كاتبين كذا. فدي نقطة تانية كويس. نقطة تالتة ان احنا بنتعامل مع اشخاص بشر، فطبيعي ان هم يعني رأيهم يتغير. فوارد حد دلوقتي بيكون عارض حاجة وبعد كده يقرر ان هو يرفع السعر، او ان هو يكون عايز يسرع الوقت بتاع البيع كويس، فقرر ان هو ينزل بالسعر عن السعر اللي هو كان اتفق معانا عليه كويس. فانا دلوقتي لما الحاجة ابقى انا كاتب مثلا 4 مليون وانت تلاقيني بقول لك لا دي دلوقتي ب 3800 مثلا كويس، هتقول ايه ده؟ يعني انت كنت كاتب 4 مليون كنت عايز تضحك عليا في 200,000؟ لا، هو الموضوع مش كده. المالك قرر ان هو ينزل بالسعر. تمام؟ ده سبب. كمان سبب اخر هو ان في بعض الوسطاء الغير متحلين بمستويات اخلاقية جيدة في المهنة بيعمل ايه؟ هي الحاجة صاحبها او يعني الحاجة صاحبها مش هيبيعها بأقل من سعر معين، هو ينزل عن السعر ده في العرض، ولما انت بحيث انه ايه يعمل ليد جنريشن، ناس تتصل بيه، ولما انت تتصل بيه يقول لك بس هو سعرها زاد كده. هو في اوقات فعلا بيبقى حقيقي، بس في ناس بتستخدم الحاجة دي بشكل خاطئ. يعني لو احنا جينا مثلا على دولة زي اعتقد الامارات كويس، ويمكن كمان السعودية، سعر الدولار مقابل العملة المحلية ثابت. ومحدش يقول لي ايه اللي دخل سعر الدولار في سعر العقار. سعر الدولار بيتدخل في اي شيء. لو احنا في مصر ما بنشتريش حاجة نهائيا من بره غير مثلا البترول بس كويس. البترول طبعا ده بالسعر العالمي كويس، والبترول سعره زاد، انت كل حاجه في حياتك هتزيد. كل الجبنه، كيلو الجبنه وكيلو اللبن هيزيد، لان ده حاجه بتتدخل في كل حياتك. فما بالك ان انت في تدخلات مباشره للدولار في منتجات كتير جدا وفي اساسيات كتير. فبالتالي لما بيتغير سعر الدولار او سعر صرف الدولار محليا، او ان هو يحصل زي الفتره اللي فاتت دي سوق سودا ويبقى سعره متغير فيه، فلازم سعر العقار هيتغير. العقار من مميزاته
انه بيجنبك التضخم. يعني ايه بيجنبك التضخم؟ يعني انت دلوقتي معاك عقار كويس يساوي مثلا مليون جنيه، حوالي 20,000 جنيه مثلا، 20,000 دولار كويس، او 220,000 دولار كويس. المليون جنيه بيساوي 20,000 دولار. خلاص طيب، الدولار ال 20,000 دولار بقوا بيساووا مثلا مليون و200 ألف جنيه كويس. فبالتالي كل حاجة زادت في حياتك حوالي 20%. تمام. فانت هتقول دلوقتي انا كنت ناوي ان انا اشتري الحاجة دي، والحاجة دي زادت 20% كويس، وكل العقارات حواليا زادت 20%، فبالتالي انا مضطر ان انا ازود ال 20%، صح؟ وهكذا. فانا قلت لكم اهم الاسباب اللي بتخلينا ان احنا ما نذكرش السعر. لكن لما مثلا بيبقى موقع في امكانيه ان انت تحط السعر لوحده في خانه، وبعد كده لو عايز تعدله بنحط الاسعار. احنا مش ما بنحطش اسعار خالص، لا بنحط الاسعار، بس بنحط الاسعار في الحاجه اللي احنا تحت التحكم بتاعنا. مثلا باكج احنا واخدينها في موقع كويس، باكج مدفوعه او مش مدفوعه، فبنحط السعر. لما السعر بيتغير بنخش نعدله كويس. اما مثلا بوست على الفيسبوك، جيت انا نزلت سعر خلاص، وانت حضرتك شفت البوست ده، وناس كتير ما بتاخدش بالها من التاريخ بتاع البوست كويس، ويجي بعد 6 شهور يتكلم يقول لي انا عايز الحاجه دي. فبقول له والله يا فندم الحاجه دي سعرها بقى كذا. ازاي انتوا منزلين كذا؟ انتوا بتضحكوا علينا. وتبقى العملاء متضايقه جدا بدون اي سبب. انا حاولت استفيض قوي في الفيديو دوت، لان كذا مره كان في تعليقات سلبيه بتجيلنا من ناس احنا يعني عز علينا ان هم يتكلموا معانا بالاسلوب دوت كويس. هو طبعا بيتكلم بقلب جامد علشان هو ورا الشاشه كويس. يعني هو لو رفع سماعه التليفون وكلمني انا هوضح له ان هو عشان ورا الشاشه ومحدش يعرفه، ومحدش يعرف هو مين، فبيدخل انتوا حراميه، انتوا اللي خربتوا مش عارف ايه، انتوا مش راضيين تحطوا هو السحر سر اسرار عسكريه، وهكذا هلم جرة. فاحنا بنتكلم كل حاجه ليها مميزات وعيوب. اليوتيوب مميزاته ان احنا بنحط عليه فيديوهات ونوضح عليه تفاصيل كتير، لكن من عيوبه ان احنا لو حاطين حاجه في الفيديو مش هنقدر ان احنا نعدلها بعد كده، نضطر ان احنا نشيل الفيديو، فبالتالي المشاهدات بتاعته هتقل، واحنا اصلا بنكون اخدنا وقت عشان نوصل للمشاهدات دي، واليوتيوب عرف ان الفيديو بتاعنا فيديو كويس وبيوريه لناس تانية، فلما نشيله ونحط واحد تاني بنرجع من نقطه الصفر. تمام. اتمنى ان كل واحد يتفهم المعلومه المهمه ديت كويس. وشرفوني بقى في قناه وفي موقع egyptadvisor.com وفي قناه Egypt Advisor. كان معكم احمد ابراهيم، شكرا.